مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله كله بخير. اليوم رايحه يم صديقتي، صار لي هوايه ما شايفتها، وقلت اروح يمها شوي يعني وارجع شوي تغيير جو. اليوم لبست هذا من زهراء جابر، عندها صفحه على الانستغرام كلش الصراحه عجبني، هي رسلت لي اياها. هاي التكمله طبعا مال الياخه بس مسويها على الشكل هيجي كلش حلو الديزاين والقماش. بنات هواي يقولوا لي هواي خانقه نفسك بالربطه، طبعا الفكره الربطه مالتي كلش راخيه، بس انا لين عقدها تشوفوني اوريك خانقه نفسي، بس هي هيجي احسها ارتب من ما تنزل وتهوس يمي، هيجي مشدوده يعني افضل. اليوم اني لا حلقه ولا شيء، الحلقه مالتي انكسرت وبديتها على التصليح، اكو حلقه ثانيه كلش عجبتني لازم هم يسووا لي اياها كلش رفيعه، فبعدها ما كامله، بس تكمل اشوفكم اياها. السنه مالتها كلش حلو المفتوح. غسالة فوكو تجي وياي، خليني اخوي باي بالسيارات تجي صبن علي. عرفني إن كان راح ونسيني من غيابه كان صعب علي جميلة. أنا أحبها. اوه هي تحبني بتقول الله. زين اليوم احنا قاعدين والله صرنا تقريبا 3 ساعات 4 ساعات نسولف تونسنا وغيرنا جو. طبعا صديقتي عبير احنا من ايام سوريا 2006 2007 هيك نعرفهم، اصدقاء عائله كلش، وهم عبوره صديقتي. فجينا زياره اليوم يومهم، قلت بس اجي على العراق ان شاء الله اجي ازورها. عندها بيج تبيع بيه البسه نسائيه، سوتات وقمصان وشغلات وهيجي. قبل تقريبا اسبوع سويت اسبوعين البنات اللي هسه يكتبوا لي سويت حمله دعم لكل المشاريع ونشرت مالتكم البيجات، فاجاني شويه ضغط من ناحيه انه اسراء ليش ما تنشرين البيج مالتنا؟ احنا تواصلنا وياك ليش ما تنشرين البيج؟ فقلت لكم بنات قبل اسبوعين انا اعلنت عن هذا الموضوع وحاليا وقفته لانه صارت لي شغله. حتسالوني حتقولوا شنو الشغله؟ بنات هو نشرت مالتهم البيجات، طبعا انا هذا كله بدون اي مبلغ مادي، خاف على بالكم اني ما اخذ مبالغ ماديه نهائيا. نشرت اول مره ورا يومين ثلاثه كانوا يقولوا لي ارجعي نشري لي اياه، بس اكو ناس يعني لها حق هي اللي النشر مالتها البيج، يعني مثلا انت تكررين مرتين الاعلان يمي ما له داعي، فمن مره واحده سويت لكم دعم وخلص ها هي. فبالنسبه للدعم انا مستمره به، حاليا وقفته، بس دا اساعد البنات اللي موصلين لي القطع للبيت، اللي واصلتني القطع مالتهم للبيت، اذا كان الزيت اذا كان ملابس شيء اللي واصلني دا اعلن عنه. هاي بس حبيت انبه عن هاي الملاحظه. هذا لوني هذا لوني من خذوني، هذا كلش حلو مبين، كلش حلو يجنن هذا اللون. هذا برو كانت لابسه من عنده وسالتوها معايا تطلعي فاجأتني والله ما عمالي تطلع. والله فاجأتني ما عمالي راح ما تطلع يعني، وهذه اكيد شايفيها العبير طالعين قبل ما رحنا البلد. صح البلد هم طالعه وياي اصلا نص متابعيش يعني متابعيش اجوني على الصفحه مالتي ما شاء الله كلهم احنا من طرف اسو، احنا من طرف اسو الحمد لله. والبيج انا اصلا لانه الهوس مالتي ملابس فحبيت انه اشتغل بالملابس، بس والله يطلبون من عندي كلش هواي جنط او شوزات ان شاء الله. اي وهي دا من ستورياتها ملفتة، حسها تجيك على المراية وتسوي شغلات. اقول لها عبير يعني تخيلي اسو تدرين اقول شوي شغله هي اتقيد اشتري ملابس من برا، كلها البس من البوتيك مالتي لانه اي شغله البسها منين يعني يابا مرات يعجبني انا شغله برا اريد اخذ، يعني تخيلي انا هالقميص مشتريته من زمان بس ما البسه لانه تدري شنو عبالها من البيت، فاضطر قمت البس بس من شغلاتي. اي مرات يعجبني برا يعني. بس حضرتنا مريومه العشاء وان شاء الله ما اعرف اذا تجي عبير باكر، عبوره باكر تعالي ان شاء الله، عندنا مشاوير لازم نقضيها انا وياها سوا. اقول لها شو كنت تجيني يعني؟ ها؟ والله الساعه 10:30 نرجع لازم ساعه لورا. ماما تقبل؟ اوه لا اي جتي عبوره. خلصنا الامسيه مالتنا، هسه حاليا الساعه 10:30 ننتظر مروان هنا حتى نرجع. حبيبي عبوره باي باي. ان شاء الله ان شاء الله حبيبي باي. كلش حلو الانسان لما يكون صداقه تكون نقيه وصافيه وما بها هاي احنا نقول عليها النغصه والمشاكل، وياخذها كلها هيك بروح رياضيه ويتونس فعلا يعني. ف تصير الحياة كلش حلوة يعني، وحتى الواحد يتونس ويا صديق فعلا حقيقي. أنا كنت اليوم
كلش يعني صراحة تغيير جو. تمنيت براء وياي بس براء ماكو، كانت طلع على محافظة ثانية، فإن شاء الله نسوي لنا طلعة كلنا نطلع سوا. أغلب البنات يقولوا لي إسراء أنتي تغيرتي، أنتي صرتي كلش احنا نقول عليها مو حلوة، فيديوهاتك مو حلوة، القديمة أحلى، ارجعي إسراء نفس اللي كنتي، مو مثل هسه. احنا اللي يبقى على حاله ما يتغير هذا يكون به خلل والله. يعني لازم الإنسان يتطور، يحسن من نفسه، يشوف نفسه شنو الشغلات اللي يحبها. مصدر الرزق دائما يتغير، اكو اشياء هواي تتغير بالحياة، فاحنا ما يصير نظل ثابتين نفس مكاننا. البنات بعض التعليقات تجي يقول إسراء انتي تغيرتي كل شيء هواية، انتي ما مثل الفيديوهات قبل، رجعي إسراء القديمة. ليش انا كنت نفس البساطة وما زلت نفس البساطة؟ انا ما عندي شيء دا ازعج بيه الجميع، او املاكي او ثروتي او سياراتي او خدمي، كله اني بسيطة حالي حالكم. ممكن يشوفون علي تغيير، مثلا أنا عجبني أعدل من نفسي، هذا بحث آخر. أنا كلش أحب أنه أهتم بنفسي، لأنه مروان يحب أنه أكون أنا دائما حلوة مرتبة نظيفة، بيتي نظيف، أولادي نظيفين. فتعلمت أنه أنا لازم أكون بهاي الصورة يعني. فمو شرط الإنسان يقول هذا تغير، هذا تغيرت حالته أو علا أو شاف نفسه على الناس. بالعكس أني نفس تصرفاتي نفس وضعي الحمد لله وشكر. بس الإنسان اللي يبقى ثابت على المكان اللي هو بيه هذا هو بيخلل. احنا نتطور، الدنيا تتطور، الميك اب دا يتطور. يعني هسه أنا من كنت بخالة مكياج قبل 6 سنين 7 سنين مثل هسه لا طبعا، بتفهمون شلون؟ فأكيد يعني المكياج يتغير، اللبس يتغير، الملابس تتغير، وأشياء تتغير. الإنسان ما يبقى على حاله، واللي يبقى على حاله بمشكلة. أنا عندي شغل هنا أنا ومروان، رحنا جبنا ذني الاثنين من البيت. عماد الجلسرين ارسل لكم اياها، وما ادري تريدين جينا نتعشى. أنا أتعشى عشاء وين أني سوينا. بس حبيت انه احكي لكم شوية عن الشيء اللي سويته وشنو اللي سويته حتى تفهمون اكثر. اول شيء هذه صوابين من شركة اماراتية، اخذتهم منهم وكالة لفترة مؤقتة حتى بس اشوفكم نوع هذه الصوابين، واذا عجبكم انا طلبت كمية كلش محدودة، فالبنات اللي يريدون واللي يعجبهم يتواصلون وياي. شوفوا بنات، كل 10 صوابين ب35,000 والتوصيل مجاني كل 10. هذا الصابون مو عادي، فعلا مو عادي. باعوا بنات هاي خرافية بمعنى الكلمة خرافية. شوفوا بنات، هاي الصابونة مال الهيل بعد استخدام تقريبا اسبوع تشوفون حبات الهيل. هاي الصوابين كلها طبيعية 100%. أنا تأكدت من الشركة يلا أخذت منهم هذا الكمية، حتى البنات يوصل لهم النوعية مال الصابون الأصلي. طبعا ما دا أتكلم أنا لأنه أنا أخذت الوكالة نهائيا. تفتحون تليفونكم هون قارئ الباركود، تطبيق عندكم قارئ الباركود، فروا هاي الصابونة، هذا باركود حتى تتأكدون. شوفوا بنات، خلينا نوخر هاي، بسم الله. شوفوا أول ما قرأ تطلع لكم المعلومات هذه اللي فوق. الصابون نوعيته إماراتي هو والباركود مالته والمعلومات كلها. أول شي راح يوصل لكم 10 أنواع من الصوابين المختلفة، واحدة على الثانية، واحدة أحسن من الثانية، واحدة تقول للثانية يعني. طبعا صابونة الحبة السوداء فعلا بنات من تفتحون راح تلقون زيت الزيتون وحبة سوداء، فعلا هذه شنو فائدتها؟ هذه للجسم وللبعض حتى يكون كل شيء واضح قدامكم من تطلبون. هذه للجسم وللوجه للإيدين. صابونة الحبة السوداء ترطيب للبشرة وتنظف، تنطيكم في الترطيب ونعومة كلش حلوة.
وكلهم طبعا طبيعيات 100%، المر والكركم، ما بيهن اي مواد مضافه، ما بيهن مواد تصنيعيه، كل راح يوصل لكم وانتم تحكمون بلبان المر. شوفوا هذه اللبان المر. الباركودات كلها تقدرون اكسباير مالتها هنا مكتوب كله قبالكم. الاكسباير مالتها 2028. هذه تقدرون تتاكدون منها عن طريق قراءه الباركود ليطلع لكم المنشأ مالتها. هذه وكالة إماراتية، هذه هي الشركة. حبيت انه اوصل فكرة للبنات انه بكل شيء نقدر نشتغل، بكل شيء نقدر نعتمد على نفسنا، حتى نطور من نفسنا، ناخذ وكالة اذا شفنا الحاجة الزينة، نصنع احنا اشياء باسمنا اذا الاشياء زينة ومهمة وتفيد المجتمع. بنات لا توقفون عند اي مشروع انتم حابين تنجحون به، لا توقفون ابد، ابدعوا، جيبوا، وصلوا شيء مميز حلو لبلدكم. فهاي المجموعة كلها بنات تقدرون تتواصلون وياي، الكمية محدودة، كل 10 صوابين ب35 وتوصيل مجاني، كل محافظات العراق وين ما تكونون توصل لكم 10 أنواع، واحد نوع أحسن من نوع. صابونة بلاك مسك، طبعا هذه الصابونة دمار هي، وهذه مال الفحم رهيبات، وزبدة الشيا واللبان وكركم، صابونة الكركم. هنا صابونة مرسادة. طبعا بنات الصوابين يعني كلهم يعني مالتهم التقييم 10/10، مو لأن أنا يمي، أنا شفتهم الصراحة عند شركة بدبي وقلت لهم ارسلوا لي اياهن. من ارسلوا لي اياهن اكيد بنات يتذكرون مرة نزلت ستورج بيتي هناك بتركيا، جاني صندوق احمر بيه كانت مجموعة، فقلت خلاص لازم يعني امشي بهذا الشيء لان انا جربتهم صار شهرين، وانصح البنات بهم. واذا استفاديتوا من عندهن، لان انا جايبه كميه محدوده، اذا استفاديتوا من عندهن ارجع اكرر الصوابين اذا عجبكم فعلا النتائج مالتهم. تواصلوا على نفس الرقم مالتي مال الطلبات، راح اخلي لكم اياه اذا تحبون تشترون من هذه الصوابين ومهتمين. للناس اللي فعلا مهتمه تريد صابون كل الزين صحي اصلي لبشرتهم، ما بي مواد كيميائيه مضافه. الدليل هذا، شوفوا بنات، هذا الهيل، هذا اذا غسلتوا بيها صابونة الهيل الحمام يفوح ريحة هيل، وهذا هيل طبيعي طبعا كله مبروش بيها. هاي الصابونة بنفس الوقت تصير مثل التقشير للجسم، عبالك بيها خشونة شوية ويسوي لكم تقشير للجسم وريحتها تجنن، وكلها الصراحة مهمات ومفيدات للجسم ورياحا دمار كلش زينات. فإذا تحبون مثل ما قلت لكم تواصلوا وياي للطلب.